يا ابني كفايه توتر، حرام عليك نفسك، ارحم نفسك. امتحان وعدى، مش نهايه الكون والله. انا قدامك اهو، جايلك من المستقبل. من 5 سنين كنت مكانك، ودلوقتي بقالي سنه متخرج اهو. مش نهايه الكون والله، والله ما نهايه الكون يا ابني. عارف انك خايف، بس ده طبيعي. ما انت لو مش خايف يبقى انت انسان مريض، لازم تروح لدكتور تكشف او تتعالج. اي انسان مهما كان شاطر او احسن واحد في مهنته في مجاله، قبل ما بيعمل اي حاجه بيكون طالع ومتوتر او خايف. انا نفسي باجي اطلع حلقه دلوقتي بصور، عندي مؤتمر، عندي ايفنت هقدمه، هطلع قدام الكاميرا، ببقى متوتر جدا مع اني مذاكر مره واتنين وتلاته وخايف. لكن لحد امتى؟ لحد فين؟ لحد فين هفضل متوتر؟ ما ينفعش التوتر والخوف هو اللي يسيطر عليا. انا اللي اتحكم فيه واكون معاه سلس عشان ما يأثرش على ادائي. لان الطبيعي ان انا خاف، لان ببقى خايف من ايه؟ طب ازاي احل الخوف؟ اسال نفسي انا كطالب دلوقتي عملت اللي عليا، السنه جريت، انت خايف من ايه وجاي تندب حظك على ايه؟ ما اللي فات مات خلاص، انت هتقدر ترجعه؟ الامتحان اللي انت امتحنته دلوقتي ده، هتقدر ترجع للحظه دي تاني وتعدل السؤال تاني؟ خلاص خلصت، الموضوع انتهى، انت داخل على مرحله تانية. فكره انك طالب بقى ولسه صغير ومراهق بقى وطفل ايا كان، خلصت. انت داخل في مرحله شباب، جامعه، دنيا تانية، عيشة تانية. مفيش حاجة اسمها مستر، مفيش حاجة اسمها حصة محاضرة ودكاترة. ليفل تاني وعقلية تانية، لازم تستعد بقى. وصدقني كلها شبه بعضها، وده مش معناه انك ما تجيبش نتيجة كويسة او ما تذاكرش وتعمل اللي عليك. لكن في النهاية في مصر النظام التعليمي واحد وكله شبه بعضه. هنا هتروح محاضرة وهنا في محاضرة، في كافيتيريا وفي كافيتيريا، هتصاحب ناس هنا هتصاحب ناس هنا. في جامعة عين شمس زي جامعة القاهرة، الكلية دي زي الكلية دي. هنا 5 سنين، دي 4 سنين، دي 5 سنين، دي 6 سنين. النظام في مصر كل واحد. في النهاية أي كلية هتخشها أو مجال هتخشه عشان تشتغل فيه لازم تطور نفسك فيه زيادة عن اللزوم. لأن لا اللي في إعلام هو هيكتفي باللي بيدرسه هناك، لأن زيه زي 1000 طالب قاعد معاه في المحاضرة أو في المدرج أو في الدفعة. طالب تجارة نفس الكلام، طالب ألسن برضه مش بيكتفي بالكلية وبياخد كورسات وبيطور نفسه في اللغة وبيمارس وبيشتغل كول سنتر وبينزل في الأجازة. مفيش انسان هيعتمد على الكليه فقط، فايا كان المجال اللي انت هتخشه وانت بتدرس عشان تشتغل باللي انت بتدرسه. انت دلوقتي امتحنت، فاضل لك كام امتحان جايين، صفحه واتقفلت. وحتى لو بتشوف الفيديو ده بعد ما خلصت امتحانات، ما تركزش. نتيجتك دي مكتوبه من قبل ما تخش ثانويه عامه، من قبل ما تبدا ثالثه ثانوي. انت ايا كان الظروف اللي انت كنت فيها، ساعدتك ما ساعدتكش، كان عندك مشاكل، كانت الدنيا متهيئه لك انك تذاكر، خلاص اللي فات مات، احنا في اللي جاي. ما توهمش نفسك بحاجه، ركز في امتحانك، ركز في هتعمل ايه، هتخش كليه ايه. لو ما دخلتش الكليه اللي انت مش عاوزها مش مشكله، شوف كليه تانية. المجال اللي انا عاوز اشتغل فيه الاعلام مثلا، انت عايز تخش كليه اعلام، ما جاتش معاك عادي اشوف اداب اعلام، ما جاتش معايا معهد الاعلام، ما جاش معايا اخش اي كليه مجموعي جابها واذاكر اعلام. هو يعني اللي شغال في الاعلام كلهم خريجين اعلام؟ مستحيل. انا دلوقتي بكلمك عن طريق ديجيتال ميديا، اعلام رقمي، ده قناه يوتيوب مش قناه اون او النهار. ما ده اعلام، انا بخبرك بحاجه، انا على تواصل دلوقتي معاك وانت بتشوفني ازاي. فيا ابني اجمد كده وركز في اللي جاي، اوعى تتوتر، واقفل الصفحه وما تفكرش كتير. وصدقني انا هديك نصيحه دلوقتي، ان انا كنت مكانك وهقول لك خلاصه تجربتي. لو انا يرجع بيا الزمن ما كنتش طبقت، ما كنتش اتوترت، كنت عملت اللي عليا بس، ما ضايقتش نفسي باللي هيحصل، ما شتتش نفسي باي حاجه وسبتها على الله. وهعيش اللحظه، هعيش اللحظه عشان اعرف استمتع بيها، ما ضيعهاش في التفكير والتشتت الكتير. الدنيا ابسط من كده، وهتتخرج وهتلاقي الموضوع غير اللي انت متخيله خالص 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 يا ابني والله. فربنا معاك ويوفقك، وان شاء الله تحقق اللي نفسك فيه. في اخر الفيديو، بما ان انت بتشوفنا على ماسكوم، خليني اقول لك ماسكوم ان هي حاجه خاصه بالاعلام. فانت لو مهتم انك تدرس الاعلام وكان ليك نصيب في الكليه، مالكش نصيب في الكليه، اعمل سبسكرايب عشان اللي جاي كله اعلام. فخليك متابع المنصه. لو انت طالب في ثانويه عامه بس نفسك عاوز تخش الاعلام، فاعمل سبسكرايب وانا مستنيك. واستنى حلقات جايه كتير. عملت الفيديو ده لطلاب الثانويه العامه او ليك كطالب في ثانويه عامه عشان افكرك بحاجه، ان والله يا ابني نصيبك هيصيبك، وما تقلقش من اي حاجه، ومالكش دعوه بكلام الناس. جبت مجموعه ما جبتش، حاجه بترجع لك، ودي حياتك، انت طور نفسك. عوض، ربنا ما كرمكش في الثانويه عامه ممكن يكرمك في حاجه تانية. والخ الدحيح اللي جايب 99% ولا الاول على الجمهوريه، دي قدراته العلميه، ربنا مديله موهبه فيها، ما تبصلوش فيها. انت ممكن تكون بتعمل كل ما تملك واللي عليك بس جبت 80%. واحد تاني برضه هو شايف انه عمل كل اللي عليه بس جاب 90%. هو دي حاجات بتاعت ربنا. لان هو مثلا ذاكر كتابين وتعب، انت ذاكرت كتاب واحد وجبت جاز، ما هي دي بقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
انت فاهمها؟ هنا بقى ربنا بيديك قدره معينه عشان كاتب لك انك هتجيب ال80، هو مديله قدره معينه عشان يجيب اخره فكاتب له انه هيجيب ال90. فما تشيلش هم وكبر دماغك من كل ده، وركز في اللي جاي، استمتع بالحياه، انت داخل مرحله جميله تانية. بالتوفيق. ماسكوم بلاتفورم، بيتك للإعلام الرقمي.